بغني هو والله. هنا بقى العجل كله عند حضرتك على الجريل. بصوا انا بقالي كتير قوي نفسي في اكل مصمت، تقريبا من سنه ما اكلتوش. الزحمه اللي ورايا دي شجعتني قوي، وكمان ريحه الاكل حلوه، فتعالوا نشوفوا كده هو حلو مش حلو مش حلو خالص ولا ايه. يلا بينا. هو انا بس هقعد وهاكل وكل حاجه، بس انا ممكن اصور ده بعد اذنك؟ هو ايه ده؟ دي كوارع. يعني كوارع بالصلصه، بيبقى معاها حاجه تانية ولا في حاجه؟ معاش حاجه، بتتعبى في طاجن. تخش الفرن وبتجيبوها لي. ثانيه بس، عشان كل حاجه هنا تقريبا في العجل هنا، فانا عايزه اعرف معلش بعد اذنك بعد اذنك. هنا بقى لحمه الراس ولحمه حمراء واللسان، ده جريل بقى تشويح بقى زبده بقى والشغل عالي كده. هنا بقى العجل كله عند حضرتك على الجريل. في السجق البلدي، في الممبار، في اللسان كفته مدوره. ده اللسان العجالي، دي لحمه الراس العجالي بتبقى متحمره بس بتنزل على الجريل بقى. الجريل الساحه اللاسعه الاخيره بتاعتها تبقى عامله زي كده. وبتاعنا هنا اهو يا باشا. اتفضلي كده دوقي، قولي لي ايه رايك كده. طازه ها. هنا بقى السجق البلدي بتاعنا، كبده البقري. الف انا وسيدي. هو انا اتلخبطت، يعني المخ حلو قوي بس في كمان المخ بيبقى كريسبي كله، فتعالوا نقعد كده ونشوف هنطلب ايه وناكل ايه وايه احلى حاجه عنده. نسال الويتر برضه. يلا بينا. ممكن تجيب لي المنيو؟ ليك المنيو متكلم ينفعنا؟ عندي لحمه راس، فشه، طحال، حلويات. عندنا قسم المشكل نوعين. المشكل اللي هو المصمت الحلويات العادي، في مشكل لحوم تاني بقى بعيد عن الفشه والطحال والسمين والكلام ده. كبده بانيه، كبده ومتشوحه، لحمه ستيك بلدي، ممبار، سجق. وممكن تشكلي طلب على مزاج حضرتك انت، مش شرط مشكل ده او ده. عايزه من الجريل ده بقى شكل لي من كل حاجه يعني هات لي طلب العجل كله. بومبار اللي هو بيقرمش كله مقرمش ده. هو كده كده الممبار بيغني في البق ما بيقرمش بس. بيغني؟ والله العظيم. مش بناكل بس، احنا بناكل الجسم ونروق عليه وندلعه. لو ميسي في الارجنتين، البشوات في بيجا عابدين. بصوا انتوا لما تيجي تاكلوا من هنا يبقوا خلوا معاكم حد من عابدين او بيجي دايما هنا. انا مش فاهمه حاجه في دول، فمحمد هيقول لنا. ده ملح وفلفل، ودي دقه ودي دقه، بس دي فيها ملح، دقه بملح ودي دقه من غير ملح. العيش مخبوز وحلو، كان منفوش اهو منفوش اهو، فحلو وصغنطط كده مش تلزق كده. عارفين سميت، محتاجين سميت. دي الكوارع اللي حضرتك شفتيها. كوارع. ايه ده هتعملها هنا؟ ان انا اجيب لك كوارع بورق العنب على موسيقى هاديه يعني. لا هتشوفيها بتغني حته سمنه وهنحط فيها الكوارع اللي بالصلصه والنخاع والبهاريز. بغني ايه والله. لذيذ قوي يا جماعه. الاستاف عسل قوي. الاجواء هنا في عابدين اصلا ايه، تحسك كده زي المسلسلات اللي بتشوفها، مود تاني. دي الكوارع اللي انا شفتها في الحله، بس الاول نشرب شوربه الكوارع، وقبلها لازم ايه نحمس نفسنا كده ونستعد بالويسكي. الويسكي ده بيتقدم هنا مع اي اكل. على فكره بما اننا في عابدين، انا هقول على فكره انا مامتي من عابدين، بس بما اننا هنا فعايزه اقول لكم ان الترشي بتاعهم مختلف. من الحاجات الحلوه قوي القرنبيط، فهدوق وبعدين ندخل على الشوربه. بص تعالى كده، دي شوربه كوارع، بهاريز الكوارع كلها فيها، ومعاها النخاع وفي حبهان وتقريبا في كريمه، او دي النخاع نفسه مش عارفه. طب هنشوف. حلوه قوي. ماشي. انا قبل دي ما تبرد هو حاططها لي زي ما شفنا كده على البتاع السخنه، حط الزبده وهي فيها. فانا بصوا حته الكوارع قبل اي حاجه هدوق ده، وبعدين اغمزها بالعيش. هدوق الصلصه التخديعه دي عشان بهراني من وهي في الحله. دي لازم ايه تاخدها بعيش، ما ينفعش بقى جو المعلقه والشوكه يا جماعه بيتريقوا عليا عشان مش عارفه امسك الكوارع. عادي يعني بتحصل. الطبق ده ايه بقى عشان لو الناس حبت تطلبه بالظبط؟ ده العجل كله. هتلاقي فيها ايه بقى؟ دي هديه وانا عرفت دي هديه المعلم بيجا. عمرك شفتي عجل بنطلع منه فراخ شيش طاغون؟ صينيه بيجا العائليه، ودي فيها كل حاجه تقريبا. اصل الكلام فيها العجل كله. العجل كله. ماشي. انا هبدا بالمخ. تعالوا البس الجلافز عشان هاكل بايدي. انا هبدا بالكبده، فيلا. سجق دي قلب. بصوا عاملينه اصلا ازاي حلو قوي. دي لحمه راس. بصوا لحمه الراس مش من الفانز بتوع لحمه الراس قوي، فمش حاسه ان هي جايبه معايا قوي. البار ده بقى بوم، لازم تقوليه بوم.
يعني ايه بوم؟ يعني هو مقرمشه من هنا، في طعم زبده، في خلطه من جوه، يعني خلطه الرز حلوه قوي، فالممبار هو بوم فعلا حلو قوي. قال لي ان هم بيستخدموا كل انواع اللحوم، فدي ريشه من لحم ضاني. تعالوا ندوقها كده. حلو قوي. ده اللي احنا شفناه برضو وهو بيتعمل. لسه ما دقتوش يا عم استنى ادوق واحده واحده معلش. دي فشه، الفشه هنا بتتعمل بانيه، فده لفت نظري. مش بحب الفشه بس هدوقها عشان هي شكلها بصراحه يعني ظريف جدا ومعموله بطريقه حلوه. هي يعني مقبوله تتاكل بس مش انا، مش يعني مش بتاعتي، بس هي مش وحشه. ده الممبار الضاني وده الممبار العادي. الكبده الجملي اهي، وندوق بقى الكبده الجملي اللي عامله قلبان دي ودايما بيتقال عليها عالميه. مش حاسه تمشي مع الطحينه. جربوا جربوا الكبده البلدي يا جماعه، الكبده البلدي الجملي تمشي مع الطحينه؟ يا جماعه جربوها ومش هتندموا. المخ من الحاجات اللي تطلبوها جدا هنا. محبين الفشه هيحبوا الفشه دي قوي لانها كده معموله كانها ستيك من احلى محل ستيك، فهتحبوها هنا قوي. الصواني اللي هي بتكفي كذا نفر دي بتبدا من 400 جنيه، وفي طلبات فرديه بتبدا من 120 جنيه. طبعا ده شامل خدمه وضريبه وكل حاجه. اقول لكم بعيدا بقى عن الاكل حلو كده، لازم تيجوا هنا ناس كتيره، يعني احنا 3 بس محتاجين حبه كمان معانا. صينيه بيج العائليه دي تكفي تقريبا 4 5 كمان او 5 كمان لانها كتيره قوي، وبناكل بالعيش والشوربه كمان. المود بقى، الفايبس، الزحمه وانت قاعد في الشارع في وسط عابدين هينقلك كده لمسلسل ومود حلو من المودز اللي هي ايه المصريه الاصيله، الاجواء المصريه الاصيله. احنا خلصنا اكل، نقعد نستمتع بقى، بس هنجيب الشاي. طب بس كده احنا خلصنا. دي النهارده كانت تجربتنا في بيجا. انا بالنسبه لي اتبسطت بالاجواء اكتر من اي حاجه، وكمان الناس الكتيره والزحمه والحلوه دي هي اللي شجعتني ادخل يعني المكان واجرب الاكل. قولوا لي رايكم في بيجا وبتحبوها ولا ايه في الكومنتات.